كل سنة وانتم طيبين يا أصدقائي. جايبة لكم النهاردة طريقة عمل الكحك. الكحك من الأكلات اللي احنا بنحبها أوي في الأعياد. الكيلو الدقيق عامل 550 جرام من السمنة، فأنا عاملة 2 كيلو النهاردة، يعني حطيت كيلو سمنة و100 جرام. تمام. احنا بناخد الدقيق، أول حاجة بنعملها إن احنا بندخل الدقيق كويس. بعد كده بنجيب التوابل بتاعة الكحك. التوابل دي بتيجي من عند العطار. فأنا جبت الدقيق حللته، حطيت فيه التوابل وحطيت فيه روح الموز وطبعا انا سيحت السمنة قبلها، بس ما حطيتهاش وهي كده سخنة. سبتها لما بردت شوية بقت يعني دافية، وجيت مقلباها على على الدقيق. طبعا لو احنا عاملين كمية كبيرة بنقدح السمنة كويس زي امهاتنا زمان ما كانت بتعمل، ونيجي حاطينها مباشرة على على الدقيق. تقوم يعني الدقيق يحتفظ الكحك بيحتفظ بانه مش بيبوظ بعد فترة او طعمه بيتغير. لكن احنا عاملين كمية مش كبيرة، فانا قدحت السمنة وسبتها لما بردت، وجيت حطاها في العجينة. نسيت اقول لكم كمان ان انا جبت معلقه كبيره من الخميره الفوريه على نص كوبايه لبن دافيه، وسبتها شويه وبعد كده قلبتها على الخليط. يبقى المكونات عندنا كيلو من الدقيق للكيلو، ده المقادير للكيلو، لكن انا عامله 2 كيلو. مقادير الكيلو انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. 550 جرام من السمنه، معلقه من سكر البودر، ريحة الكحك، ريحة الموز، توابل اللي هي بتاعة الكحك وبتيجي من عند العطار. تمام. فانا زي ما قلت لكم حللت الدقيق كويس، حطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية على نص كوباية لبن دافية، وبعد كده عجنت طبعا السمنة احنا قدحناها وسبناها لما بردت شوية، وبعد كده لفناها بالدقيق. طبعا لازم تدعكي السمنة بالدقيق كويس جدا، لازم الدقيق يتشرب السمنة كاملة. وبعد كده زودت نص كوباية اللبن بالخميرة اللي انا كنت عاملاها قبلها مسبقا. وبتزودي توابل، ريحة الكحك وريحة الموز وريحة البرتقال والحاجات الخاصة بالكحك دي بتيجي من عند العطار، بتزوديها مع رشة ملح صغيرة مع معلقتين سكر بودر في العجينة. وطبعا بتحطي العجينة بتعجنيها كويس جدا وتسيبيها لما تخمر حوالي ساعة. بعد كده احنا اخدنا العجينة، ابتدينا نقطعها قطع صغيرة. كنت عاملة قبلها جايبة ملبن، قطعته صغير كده، يعني قبل ما اقطعه لفيته بحتة سمنة علشان الملبن ما يشدش معانا في قلب العجينة. فقطعته زي ما انتوا شايفين كده، وبحشي الحشوة بتاعت الكحك، وابتديت اشكلها كده بالمنقاش وشوية باللي هي الكباس بتاع الكحك كده. وعملنا تشكيلات، عملنا جزء بالملبن وعملنا جزء بالعجوة. بس طبعا الفيديو بتاع العجوة ما جاش. طبعا بنتي جايه وهي بتحط طبعا احنا كده سيبنا نص ساعه بعد الكحك ما احنا قطعناه، سيبناه نص ساعه يعني ارتفع او العجينه ترتاح شويه، وبعد كده حطيناه في الفرن وسيبناه طبعا، وطلع من الفرن ما شاء الله زي الفل زي ما انتوا شايفين. وبنزوده اللي هو السكر البودر.